السلام عليكم، صباح الخير. مبروك لكل جمهور الأهلي كأس السوبر. الفيديو ده دعوة للتأمل. فاكرين زمان أما الأسطورة الورقية شيكابالا، الأسطورة الشيكابالية الكبيرة، أما في كل مباراة اللي ضد الأهلي كان بيعمل حركات بذيئة وخادشة وألفاظ خارجة وحاجات، يعني حركات خادشة للحياء، وكانت بتبان في جميع الشاشات أمام الأسر المصرية. كان الإعلام الزملكاوي والجمهور الزملكاوي يطلع يقول لك إيه، شيكابالا عنده حق، ده جمهور الأهلي قاعد بيشتمه طول الماتش، ده جمهور الأهلي هو اللي بدأ. الآن بقى جمهور الزمالك في كل مباراة لنادي الزمالك فيها زيزو ما فيهاش زيزو، بيشتموا زيزو يعني بأفظع الألفاظ الخادشة، بيشتموه هو وأسرته الكريمة. وما فيش أي تحرك من اتحاد الكورة ولا الإعلام ضد هذه الألفاظ، ولكن رد زيزو ما كانش بحركات بذيئة ولا بألفاظ خارجة، لأ، رد زيزو كان إيه؟ في الملعب، إن هو كان بيلعب بكل روح وخد البطولة وكسب كأس السوبر المصري. وفي نهاية الماتش سلِّم على لعيبة الزمالك بكل احترام، وسلِّم على أحمد رؤوف و وراح طيّب خاطره عشان الهزيمة. ودلوقتي جمهور الزمالك بيقول لك ده زيزو ما سلِّمش على هشام نصر. هشام نصر اللي هو بيطلع آآ كان بيقلل من زيزو. هشام نصر ومجلس إدارته اللي رافضين يدّوا فلوس زيزو حقّه. هشام نصر ومجلس إدارته اللي رموا صورة زيزو في الأرض وداسوا عليها بالأقدام. فأنا ما أعرفش ازدواجية المعايير في جمهور الزمالك وإعلام الزمالك، إن شيكابالا يطلع يشتم كويس. لنا الله. سلام عليكم.